قبل ما نفتحها تلفون نوت 10 اللي تي نوت 10 اس. فيديو اليوم راح افتح معاكم هدايا عيد ميلادي وكيف صارت الحفله وكيف الحركات والجاتو، ولكن قبل ما نبدا المقطع لا تنسوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، لا تنسوا تضغطوا لايك شير وسبسكرايب. نخش في المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. فيديو اليوم مثل ما قلنا لكم بنفتح الهدايا، ولكن قبل ما نفتح الهدايا ببدأ أعلمكم كيف الحفلة وكيف الجاتو والحركات وكيف رأيكم بالسيت اب الجديد. بس يا جماعة أعطونا رأيكم كيف هو تمام، وإن شاء الله أنا الحين بكون أطوره وبكون أسوي حاجات قطع. هذه طبعا تنتين مزاق، حطيت تنتين أول يوم، حطيت تنتين مزاق وحبة هذه قلنا شوكولاتة قاقحط لكن وهذا القلص كان بينه كرابش بس قاقحتمه ما بقوكش حاجه معنا. طبعا يا جماعه انا اول حاجه ما كنتش داري انه بيقع حفله ولا انه بيقع لي شيء، وقبل الحفله بيوم انا سويت حاله بالواتساب عيد ميلاد سعيد يا انا، على اساس انه ما نشر الدليل ولا حد ردي لي، وانا زعلت هذاك اليوم قلت الله ما حد ردي لي لهذه الدرجه، ما حد معبرني. فكرت الصبح نزلت المحل انا والوالد، وقبل العصر اتصلت لي امي تعال في ضيوف، وانا قلت الله ضيوف مره واحده، والله انهم شكلهم لقوا عيد ميلادي. طلع نسلم عليهم ما بشي اطلع افتقعكم. انا صراحه انا طلوع افتقع ادخل لك امانه قعشيره قصدي قعشيره اتجمعين عماتي عميماتي وخولاتي وجدتي وذا امي، ويعني بقى حفله كذا بسيطه، بس يكفي انهم ذكروني بحاجه عادي، حتى لما ذكرونيش يعني بهدايا قيمه ولا اهم حاجه انهم ذكروني ودروا بقيمتي والحركات اهم حاجه. ست ما شغلناش الديسكو لحظه. اشعل الجو حماس، الان نفتح الهدايا ونبدا مع اول هديه. طبعا انا نبدا من الايد اليمين، وحتى الان بساط بعدها اقوى اخليكم نار. اول هديه نبدا بها هي من هذا اول حاجه هذا، وطبعا هديه بسيطه من واحده من بنات عمي اللي كانت تساعدني، شال وحركات عادي الحاصل. اهم حاجه ذكرتني، اهم حاجه هذا يا جماعه، هذا يعني بيكون حاجه قيم بالنسبه لي، وانا ما فتحتهن طبعا لحد الان، بفتحهن معاكم بو حاجه فتحتهن، لكن هذا ما فتحكوهنش، هذا بفتحهن معاكم. اسامه محمد صلاح الشله اللي يعرفهم دعامسهم ما فتحكوهنش دعم. والان معنا الهديه الثانيه هي من جدتي الله يحفظها ويطول عمرها، ادعوا لها بالشفاء ارجلها يوقع عنه. جبت لي اول حاجه هذا الشيء، جبت لي هذا البنطلون، اشكرها واشكر 7 من جيرانه، وباقي حاجة ثانية من جدتي أيضا شوفوها. هذا الشميز قزعك وعاد بس فتحنا كيس، هذا الشميز وهذا البنطلون وحتى الفانيلا قلبسكي حللتي، هذه من أختي حبيبة القلب. المهم يا جماعة هذا البنطلون وهذا الشميز وهذا القرم وهذا الشال، بتشوفوني ان شاء الله بالفيديو الجاي لابس لهن. المهم يا جماعه اشكر جدتي واشكر اختي واشكر الشله كامل اللي جاوا. اليوم بنقضي الحلقه كلها شكر في شكر في شكر. المهم انهم ذكرونا. انتقل للهديه الثالث، هذه طبعا هديه انا هذا من هديه من محمد صلاح حبيب القلب. تخيلوا يا جماعه عاد انا اوصل طرحكم بالثلاجه اجي يفتح مع بوش قاقع عطمه مع باقي حبه. هذا يا جماعه بنلزقه ونطرحه هنا. راعوا قبل ما يفتح الباقيات. ما حصلكوش اللصقة. المهم هنا شكون محله خلاص. المهم الآن يا جماعة هذه الهدية هي من زياد صاحبي أدي قلبه، عاد يسألني قيمتها عليكم يا جماعة. وقال هذه هدية مبسطة منه بسيطة منه، وبعدين بيعوضني بهدية أقوى حتى لا هي بسيط. بس شوفوا يا جماعة تكفي إن أمانة أنا أقصح. شوفوا شوفوا مي تبان صح؟ شوفوا تكفي هذه يا جماعة، أقسم بالله نار حريقة. كيف يا جماعة حلوة؟ كيف يا جماعة حالي؟ اكتبوا لي تحت إذا طلع فيديو حاله حرام ما ترجع له.
والآن ننتقل للحاجة الأسطورية، لكن في حاجات قبلهن بس برويكم إيش هي. شوفوا بس. نبدأ مع أول حاجة. هو قبل هذا نحطه هنا مضرب عطر خلعكم كرتون. هذا العطر أشكر اللي جابه ما نجاري منه. وهذه هدية أمي قد جابت لي أشياء، لكن هذه جبت لي هي مسبحة سوف أسبح بها أمي، ولكن بأي وقت ثاني. حسنا إنها هنا يا أمي عشان لا تقوليش إن أنا ما استخدمتيش. في شيء يا جماعة. كيف كذا كيف حركات كيف القطة سكرين شوت سويتموها. والآن يا جماعة هذا قبل التلفون. نبدأ بحاجة شيء ثاني. هذه هدية من واحدة من بنات عمي قد دعس أمه. من فتوح أبو تها. أقسم بالله بس قبل ما تشوفها يا جماعة غمضوا عيونكم. غمضوا عيونكم. قد فكفك اهي. شوفوا بس شوفوا شي. شوفوا فلات بسباسين. شوفوا هالشي. هذه هدية من وحدة بنات عميها. بسباس وتومة قلبتني زعام بحبوح. لحظة يا جماعة، معكم محمد بعد المونتاج. أسألتكم بالله إيش دخل بحبوح بالوسط؟ أنا ما أدريتش. بحبوح هذا واحد يسوي شيء عندنا، أنا ما أدريتش ليمونة أنا هجشك. هل هو هذرما، هل هو زهايمر، هل هو إيش؟ لكن حرام ما أريد بيعها. أكلكم من أول واحد توامي ولا أريد بيعها. ما قالوا منكم متعارز طبعا ماش رهيب، بس القلم ده حساس. والآن ننتقل للهدية المنتظرة. شوفوا قبل ما نفتحها ماشي حاجة تضغط ديسلايك. شوفوا بس شوفوها. تلفون نوت 10 LT نوت 10 اس. شوفوها. الآن اللحظة المنتظرة. شوفوا بس. اللحظة المنتظرة. افتحوا قدامكم ولا بدي افتح الحالي. شوفوا بس. اللحظة المنتظرة يا ربي. قلدني الله قلدني الله. كيف افعل كيف انت اقفز التنفاذ مو فعلنا. شوفوا بس. الله على تلفون. اما انا مش 2020 اقسم بالله 2020 هذا نزل بالاسواق. تلفون اللي تي اس 10 الترا نزل بالاسواق. شوفوا اول حاجة هذه طبعا يا جماعة هدية من عمتي، وهذه من بنت عمي من هند عشيرة ما شاء الله. هذه هدية من عمتي، وهذه هدية من بنت عمي. في داخلة طبعا فلوس. شوفوا الدلع. شوفوا الدلع دلع. وهذه من أبي. أنا بدي قلبه قال عادوا بيجيب لي هدية، لكن هذه مقدما جاب لها أبي الحاج. أنا بدي قلبه طبعا. خلوه هذا على جنب، هذا على جنب. هذه قصة لحالة، هذه لحالة قصة. شوفوا عادة تتقارح. هذا حقي أنا ما أنا جاري مدخلة هنا، لكن حق. اسمعوا الصوت. أما أنا كارت تتقارح. لا تقولوا طمش. ما شاء الله بالعافية. أنا ما أنا جاري مدخلة هنا، لكن دخلها قطع حسها ما أنا جاري والله. ليش؟ هذه هي الهدية المنتظرة. خارجنا ملحنا. طبعا يا جماعة شكر من القلب، من الابتسام من هنا. شو عمل فيهم الآن. من هنا لكل من حضر واللي ما حضر. أهم حاجة شاركوني فرحتي، واللي كانوا بيحضروا ما لقوش فرصة، واللي كانوا مش موجودين، اللي كانوا يحضروا. وأهم حاجة عرسي سارح. والله أنا كانوا يشقوا عرسي. كان شقع لي وداف الله وكيله، مش شقع لي على وداف بعده وداش. المهم هذه الحلقة أنا داري قايكم لي. شكرا عفوا شكرا. المسبحة هذه ضيقت لي النوال صراحة، وهي كذا. أهم حاجة قال اليوم هجاش بس تحملونا بس.
وطبعا شكر من القلب من سمسام من الصمصام، هذا من القلب، هذا من سمسام القلب لأمي الغالية فديت قلبها، هي اللي سوت هذه الحفلة، هي وبنت عمي يعني كذا. كانت تخيل ثنتين كذا، زعم هذه بنت عمي وهذه قال هل نسوي حفلة؟ نعم سوف نسوي حفلة. حسنا، فلنقوم بعمل الحفلة، ولكن ماذا نقوم بعمل الحفلة؟ ماذا تقصدين؟ مدري، أهم حاجة نسوي حفلة. حسنا، سوف نقوم بعمل حفلة. حسنا، سوف نعملها مفاجأة. حسنا، مع السلامة، مع السلامة. كمان المحادثة. وطبعا قولوا لنا كيف رايكم بالكتاب الجديد هذا. طبعا يا جماعه انا بزيد اضيف له حاجات وزينه ودلع نكتب هنا موجن بوي مضيء ان شاء الله، اذا اراد ربي لقينا فلوس اكتب هنا موجن بوي كذا مضيء، حروف مضيئات، وبنزينها كذا ورف اكاسين المرايات مضيئات بينين صورتي دلع والله. بس يا جماعه انا صوركم على مقطع الساعه 2:30 بالليل، فشقوا مرقد انا نوم. المهم لا تحرمونا من دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب، وبس كان معكم اخوكم محمد. تشاو. Man, I've been fearless, I let them feel this, you know I spit it okay.